مش سجن، ده بيت واللي فيه كلهم اخوات، وحسن كان عايز يقتل اخواته. من دلوقتي حسن ما بقيش منينا. وحسن هيقتل اخواته ليه؟ معرفش، بس اللي كان عايز يقتل اخواته في الدار يقتل اخواته اللي من دمه، وانا حميتك منه. انا ممكن اكون معرفش حسن كويس، بس مستحيل واحد بيجري في دمه دم زين العطار ويفكر يقتل اخواته. ما يقتلش اخواته ليه؟ ده قبيل قتل هابيل. يعني احنا كلتنا البشر كلهم ولاد القاتل ياسمين هاوي. صباح الخير يا سلمى. لقيت الباب مفتوح وقلت اجي اصبح. فكرت في اللي قلت لك عليه يا علي؟ فكرت يا سلمى ولقيته صعب. المرة دي تمنه حياتك. انا حياتي مش مهمه طول ما انا محبوسه في البيت ده يا علي. انا اللي اعرفه اني لما اخرج مع الراجل اللي هو جوزي محدش يعرف يمنعني. الموضوع مش بالساهل كده، وبطل تستفز رجولتي. انا راجل يا سلمى، راجل وما بخافش. انا خايف عليك انت. وخايف عليا ليه؟ هو انت مش هتعرف تحميني؟ احميك يا سلمى، واللي هوب لي كتفينه بالحياه. طب وريني يا علي. عبد الله رغم اللي انا بكرهه كره العمى، الا انه طلع راجل عشان يعرف ياخد اللي هو عاوزه حتى لو ظلم. انا بقى ما بقولكش اظلم، انا بقولك خد مراتك وامشي بره البيت ده يا علي. عبد الله لو شايف ان انا ماليش لازمه برضه هيقتلني يا علي. الكلام خلص، هي مساله وقت. متشكرة يا حسن. على ايه؟ على معلش. لا يا ستي عادي، دي معلش صغيرة مش كبيرة يعني. لما قلت لك مزاجي متعكر وقلت لي معلش، الكلمة دي ما يبقاش ليها معنى لو سمعتها من أي حد. الواحدة مننا ما بتصدق تلقى راجل بيحبها يقول لها معلش. بتمعلش. ربنا ما يجيبش أي معلش تاني. بس أنا يعني عارفة في الوقت اللي بتكلم بصراحة أنا مش عارف أنتوا مستعجلين كده ليه؟ كنا استنينا يومين كمان. احنا هنرجع في كلامنا. احنا متفقين ان احنا خارجين النهارده. طب يعني كنا أجلنا النهاردة. لا يا حازم، كله للنهارده. اشمعنى النهاردة يعني؟ بص عشان خاطرنا، احنا اخواتك، اول مره نطلب منك حاجه نفذ لنا الطلب. عشان خاطركم والله. بس هي ماما فين؟ مامتك فيها اللي مكفيها وهم رجوعكم القصر. بص انت هتيجي معانا البيت واحنا هناخد بالنا منك. وبعدين يعني مش كفايه انا واختك حواليك؟ بصراحة حتى صالح ما جاش. طب هتعملوا ايه في حساب المستشفى؟ حساب المستشفى ده علينا ما تقلقش، بسيطه. حازم انت مستقل بينا ليه؟ هو مش احنا اخواتك برضو؟ هو بصراحة أنا آسف يعني. بص حتى اسف دي مش المفروض تكون ما بيننا. يلا يلا يلا. يلا يلا. بس هقول لكم على حاجة، قولوا لماما بقى عشان هي بتقلق عليا. انا هخليك تكلمها اول ما نروح العربية على طول. اتأخرت قوي المقابلة دي يا سليم. معلش يا جيهان، كل البيبان كانت مقفولة، ما كانش ينفع ارجع وانا مش لاقي حاجة اقولها. ودلوقتي لاقي حاجة تقولها؟ لاقي يا جيهان. وظهر العيلة اللي اتحنى ده هيرجع يتفرد من جديد. ظهر؟ مش ما يبقى في عيلة الأول؟ العيلة موجودة يا جيهان، وانت عارفة ياما العيلة دي عدت بحاجات أكتر من كده بكتير. وأنا ورحمة زين ما هرتاح إلا لما ناخد حقنا من كل واحد فكر بس إنه يأذينا. عارف يا سليم، ساعات بحس إن زين غضبان وروحه مش مرتاحة، ولا هو مرتاح في تربته. هيرتاح يا جيهان، احنا كمان معذورين. محدش فينا كان يتوقع إن اللي حصل ده ممكن يحصل، بس الحمد لله إن أنا وإنتي موجودين علشان نلم اللي باقي من العطارين ونقعد ونتفق هنعمل ايه. أنا كلمت الكل وقلت لهم يجوا، لازم نتجمع تاني ونتقابل ونتكلم ونقعد مع بعض، وإن بعدنا عن بعض ده اللي ممكن يقتلنا، وإن العيلة دي هي اللي هترجع حقها بإيديها وبنفسها، والكل لازم يعرف إن احنا رجعنا تاني واقفين ظهرنا في ظهر بعض، ورجعنا أقوى من الأول كمان. عندك حق، ما هي فرقتنا هي هدفهم من الأول، من يوم شريف، لكن ده مش هيحصل تاني.
هسيبك انا دلوقتي عشان ورايا مشوار مهم، وانا راجع هجيب فارس معايا علشان نقعد ونتكلم ونتفق. جان، عايزك تعرفي ان طول ما فيا نفس هرجع كل حاجة لمكانها وأحسن. لو سمحت بعد إذنك، هاشم بيه موجود؟ للاسف يا فندم لسه ما جاش. طب يحيى العطار موجود؟ يحيى باشا في مكتبه. طب ممكن تقولي له أنا عايز أقابله؟ اوكي اتفضل. انت ليه ما اكلتيش؟ معلش مش قادرة أبص للأكل. معلش يا نادية، تعالي على نفسك. هو انت ما سمعتيش الدكتور قال لك ايه؟ والله ما قادرة. لازم تاكلي يا نادية عشان الواد يطلع صحته حلوة كده. عشان خاطري خلي بالك على صحتك. خاطرك؟ أنا عملت كتير قوي عشان خاطرك. عاجبك اللي بيحصل يا زكريا؟ هو ايه اللي بيحصل يا نادية؟ ما انا قلت انك مراتي قدام كل الناس. بأنهي طريقة؟ أنا مش قادرة أنسى نظرتهم ليا. حسيت إن أنا رخيصة قوي. معلش يا نادية، استحملي. بكرة لما نرجع القصر انا هقول انك مراتي قدام كل الناس، وابني هيتولد في القصر وهيتربى وسط اهله. ومراتك؟ اكيد هتتفهم الوضع. اكيد هي حاسه باللي انا فيه دلوقتي. ودي أنهي واحدة فيهم اللي هتفهم؟ بنت وفيق المحمدي ده لعبة بلعبها وانت فاهمة الكلام ده كويس. أرجوك يا نادية ما تبقيش ضدي، خليكي جنبي. أقف جنبك إزاي وأنت مش واثق فيا؟ ده أنت حتى مش عايز تقولي إيه اللي بيحصل في دماغك. أنا ما بثقش فيكي بعد كل اللي أنا شفته ده، وما بثقش فيكي عموما. عشان أثبت لك إني بثق فيكي أنا هطلب منك طلب، والطلب ده مفيش حد يقدر يعمله غيرك. طلب إيه؟ عايزك تروحي مشوار. بس أنا مش عايز أسيبك. المشوار اللي انت هتروحيه ده أهم من إنك تكوني جنبي. أنت مش عايزني أكون موجودة عشان ليلة دخلتك. طبعا أنا مش عايزك تكوني موجودة في يوم زي ده. أنا عارف إنه هيبقى صعب عليكي، بس مش ده الغرض. المشوار ده مفيش حد يقدر يعمله غير يكون حد أنا فعلا بثق فيه. حاضر، أنا هعمل أي حاجة تخليك توصل للي أنت عايزه يا زكريا. نورت بيتك يا حازم. ده مش بيتي يا عز، أنا بيتي مطرود منه. يا حبيبي بيت اخوك يبقى بيتك. ده أنا مش عارف أمشي فيه خالص. معلش. وبعدين احنا النهارده مش عايزين قفش خالص. ما أنتي برضه مش عايزة تقولي اشمعنى النهارده. تفهم دلوقتي كل حاجه. شفت انا جبت لك مين بقى؟